السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن افضل 5 العاب للانمي ما ينفعش يفوتوك. مستعدين؟ يلا نبدأ. اول لعبة معانا واللي اسمها دراجون بول زد كاكاروت. دي لعبة تقمص ادوار واكشن مفتوح، حرفيا بتاخدك في رحلة تعيش فيها حياة جوكو بكل تفاصيلها، من اول مكان صغير لحد ما بقى اقوى محارب في الكون. الجرافيك خطير جدا وتحس كأنك بتتفرج على الانمي بس بشكل تفاعلي. اللعبة بتحكي القصة الكاملة لانمي دراجون بول زد، يعني هتحارب فريزا وسيل وماجين بو وكل الوحوش اللي دمرت الطفولة عندنا. غير كده اللعبة مش بس قتال، فيها أنشطة جانبية زي الصيد والأكل والتمرين وحتى سباق الكارتينج. نظام القتال ممتع جدا، ده غير انك ممكن تلعب بشخصيات تانية زي فيجيتا وجوهان وبيكولو. اللعبة بتخليك تحس انك بطل انمي حرفيا. واللعبة رقم 2 واللي اسمها ديمون سلاير. اللعبة دي مقتبسة من انمي قاتل الشياطين، وبتحكي قصة تانجيرو من اول مجزرة عيلته لحد قتال الرتب العليا في القطار اللانهائي. اللي بيميز اللعبة ان الجرافيك فيها اسطوري جدا، تحس كأنك جوه الانمي بالضبط. نظام القتال هنا سريع وحيوي، وكل ضربة فيها إحساس رهيب بالقوة. في طور القصة اللي بيخليك تعيش أحداث الأنمي، وكمان طور القتال اللي تلعب فيه ضد الكمبيوتر أو مع أصحابك بشخصيات زي رينجوكو أو إينوسكي أو زينيتسو وغيرهم. والقتالات مع الزعماء فيها سينمائية جبارة، خصوصا لما تخلص على العدو بضربة نهائية. من الآخر لو بتحب أنمي قاتل الشياطين يبقى أكيد هتحب اللعبة دي. واللعبة رقم 3 واللي اسمها وان بيس بيرات ويريورز 4. لو بتحب الهاكن سلاش فاللعبة دي مناسبة ليك. اللعبة دي هتدخلك عالم وان بيس وتخليك تمسح الأرض بجيوش الأعداء. اللعبة بتغطي أحداث الأنمي من بداية لوفي لحد أرك وانو، وده يعني إنك هتحارب كايدو والبيج مام ودو فلامينجو في معارك ملحمية مجنونة. نظام القتال بيعتمد على إنك بتواجه أعداد ضخمة من الأعداء، وكل شخصية ليها حركات جنونية. يعني لما تلعب بلوفي وتضرب بالجير فورث أو تلعب بزورو وتعمل أشورا، الدنيا كلها بتتدمر حواليك. كمان الجرافيك هنا متطور عن الأجزاء اللي فاتت، وكمان بيخليك تحس بقوة الضربات. لو بتحب وان بيس وعاوز تجربة أكشن بدون تفكير كتير أنصحك تلعب اللعبة دي. واللعبة رقم 4 حبيبة الجماهير ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم 4. مفيش أوتاكو عاش من غير ما يلعب اللعبة دي أفضل لعبة ناروتو في التاريخ، وده مش هزار. اللعبة بتغطي حرب النينجا الروعة بالكامل، يعني هتحارب مادارا وكاغويا وأوبيتو في معارك حماسية بجد. الأسلوب السينمائي في المعارك حاجة فوق الوصف، خصوصا لما تلعب بالسوسانو أو تعمل الراسين شوريكن العملاقة وتحس إن الشاشة كلها انفجرت. نظام القتال سلس جدا، وتقدر تبدل بين الشخصيات في وسط القتال، وده بيدي تنوع وحركات تكتيكية مجنونة. ده غير إن في قائمة شخصيات ضخمة جدا من أول جيل ناروتو القديم لحد الجيل الجديد بتاع بوروتو. ولو هتلعب مع أصحابك استعد لجلد عالمي ومباريات كلها توتر وسرعة. واللعبة رقم 5 واللي اسمها أتاك أون تايتن 2. لو عاوز حاجة تحسسك بالخطر الحقيقي فهجوم العمالقة هي اللعبة المثالية هنا. مش مجرد أكشن، لا، انت بتعيش كابوس العمالقة بنفسك. اللعبة بتحطك في شخصية بتصممها بنفسك، وبتدخل قصة الأنمي من البداية بس من منظور جندي مغمور في فيلق الاستطلاع، وده بيخلي التجربة واقعية أكتر. نظام القتال بيعتمد على الجير ثلاثي الأبعاد، يعني بتطير في الهواء زي ليفاي وتلف حوالين العمالقة وتقطع رقابهم بأسلوب في غاية المتعة. الجرافيك مظبوط جدا، وكل حاجة في العالم سوداوية وتحس بيها بالرهبة زي الأنمي بالظبط. في مهمات كتير ومواجهات مع عمالقة ضخمة، وأي غلطة صغيرة ممكن تخليك وجبة شهية لعملاق عشوائي، فخد بالك والعبها بتركيز. وبس كده يا جماعة، ده كان الفيديو النهاردة بنشرح فيه أفضل 5 ألعاب أنمي ما ينفعش يفوتوك. أتمنى يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.